السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بإذن الله يا باشمهندسين، الفيديو ده هنوضح اختلاف ما بين نقطتين مهمين جدا. هو ايه الفرق ما بين عندي بروباجيت ريبار وفرق بين كوبي ريبار. تمام. طيب هل البروباجيت هو الكوبي؟ لا، البروباجيت حاجة والكوبي حاجة. احنا فتحنا يا باشمهندسين الموديل بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه عادي في الكورس. تمام. لو جينا نبص على القاعدة دي هنلاقي ان القاعدة ديت هي متسلحة هنا كده يا باشمهندسين، حديد التسليح بتاعها اهو. تمام. والاليفيشن بتاعها اهو ومرسوم ومتظبط، والسكشن الكولوم اهو. طيب كده يا باشمهندسين انا بالنسبة لي القاعدة ديت كاملة. طيب عندي هنا قاعدة يا باشمهندسين اف واحد، وعندي قاعدة مثلا اف خمسة، وعندي قاعدة اف تلاتة. طب ليه انا اخترت التلات قواعد دول؟ والله اخترت قاعدة اصغر منها، واخترت قاعدة قدها، واخترت قاعدة اكبر منها علشان نوضح. احنا في الفيديو ده هنوضح بس بروباجيت ريبار، وفي فيديو تاني ان شاء الله هنتكلم باستفاضة عن الكوبي ريبار، سواء without annotation وبالانوتيشن. طيب لو احنا جينا يا باشمهندسين نبص كده، والله انا عندي حديد تسليح هنا، لو انا سلكت عليه كده structure ريبار، تمام، وحبيت ان انا اعمل له بروباجيت. طيب اول نقطه بفكر فيها، تعالوا نشوف الاول نظريا ايه هي كلمه بروباجيت ريبار. بروباجيت ريبار ان انا بقول له والله الحديد اللي عندي هنا وظفه لي على القاعده دي. احنا هنفترض هنا ان الحديد يا باشمهندسين يعني احنا لو جينا نبص على الحديد دوت هنلاقيه قطر 12، والحديد دوت هنلاقيه قطر 12، والكنه هنا كده قطر 10. جميل. يبقى احنا لو القاعده ديت في الديزاين مثلا نفترض ان هي اف 2 مثلا، تسليحها فاي 16 سفلي فرش وغطا، وهنا فاي 12، هل دوت بروباجيت هيغير لك هنا مثلا هيعملها 16؟ لا، هو مش هيفهم كده، لان انا مش مدخل له داتا انبوت بتقول له ان القاعده ديت 16 تسليحها فاي 16. وحتى لو مدخل له داتا يا باشمهندسين، هي بروباجيت ريبار هو بيوظف لك الاسياخ دي على القاعده دي. تعالوا نشوف كده هيعملها ازاي يا باشمهندسين، وبعد كده نفهم هو عمل ايه. كده يا باشمهندسين هاجي من هنا كده من امر بروباجيت ريبار. تمام. بروباجيت ريبار في حاجتين، بيقول لي الاين باي فيس، الاين باي فيس. القاعده دي ليها كام فيس؟ ليها 6 فيس. تمام. انا لو اخترت الفيس ده عادي، لو اخترت طيب الفيس اللي هو السطح اللي فوق مفيش اي مشكله. طب لو اخترت السايد دوت، لو اخترت السايد دوت، وهكذا يا باشمهندسين. بس افضل حاجه يا باشمهندسين، كل ريبار بيبقى محطوط في قاعده، او بيبقى محطوط سواء عمود. الكلام ده يا باشمهندسين ينطبق على الكاميرا، ينطبق على العمود، ينطبق على الفاونديشن. تمام. طيب كل حاجه يا باشمهندسين بتبقى محطوطه في الهوست بتاعها. الهوست بتاعها ده والله يعني زي ايه؟ القاعده فيها حديد، الحديد ده هو بتاع الهوست بتاعه، هو القاعده دي. طب لو انا مسحت القاعده بالنسبه للحديد هيتمسح. طيب لو انا قلت الاين باي هوست، الاين باي هوست خلاص هو قرا ان الهوست بتاعه دوت. طيب هو لو ما قراش هنا ان الهوست بتاعه دوت يا باشمهندسين، انت بتيجي تسلكت عليه ان والله الهوست بتاعك اهو، خلاص هو فتح لي هنا. عاوز تعمل بروباجيت لاني قاعده؟ عاوز اعمل بروباجيت للقاعده ديت. طيب انا لما عملت بروباجيت للقاعده دي ايه اللي حصل؟ لو احنا جينا نبص هنا كده يا باشمهندسين، هو وظف القاعده على نفس المسافات، على نفس المسافات بتاعه القاعده، ونفس مساحه القاعده الجديده. بس ديت لحسن الحظ ان هنا اف واحد وهنا اف واحد. هنشوف هيعمل ايه مع الاصغر منها ومع الاكبر منها. طيب في نقطة يا باشمهندسين، أنا قبل ما بعمل بروباجيت ريبار لازم أكون معرف الريبار كفر بتاع القواعد دي. يعني القاعدة ديت يا باشمهندسين لازم الريبار كفر بتاعها يكون مظبوط، القاعدة ديت برضو لازم الريبار كفر بتاعها يكون مظبوط، الريبار كفر بتاعها يكون مظبوط. طيب هل لو تصليح القاعده دي في 16 هو غيره؟ لا، انت بتيجي بقى بعد كده يا باشمهندسين، بتيجي من هنا تسلكت عليه وتقول له والله انا عاوز ديت مثلا 16، وعاوز مثلا دوت 22. خلاص يبقى انت براحتك وبتعدل فيهم براحتك بعد كده. بس هو خد لك الحديد من هنا. طب هل الحديد يا باشمهندسين لو انا خدت سيكشن فيه هنا كده، لو انا خدت سيكشن فيه هنا كده وعاوز ابص على الانوتيشن، لا هو الحديد هنا ما بيتنقلش بانوتيشن. بروباجيت بتنقل حديد فقط، هي اسمها بروباجيت ريبار خاصه بنقل الحديد فقط. طيب لو انا جيت هنا يا باشمهندسين سلكت عليه مره تانية، تمام، وقلت ستراكشر ريبار، لو انا جيت اختار بقى هنا كده من هنا بروباجيت ريبار، وقلت الاين باي هوست، الاين باي هوست هو بيقول لي اختار الهوست بتاعهم. خلاص اخترت الهوست بتاعهم،
واحيانا يا باشمهندسين او الاغلبيه العظمى ان انت لما بتختار اسياخ هو بيكون معرف الهوست بتاعها. طب اعرفها ازاي يا باشمهندسين؟ انا لو جيت من هنا كده سلكت على الاستراكشر ريبار وقلت له والله انا عاوزك تسلك لي الهوست بتاعهم، فين الهوست بتاعهم؟ هو قرا ان الهوست بتاعهم دوت. طيب لو انا جيت هنا كده يا باشمهندسين احدد بقى دول وقلت له انا عاوز الاستراكشر ريبار من هنا بروباجيت ريبار، تمام، الاين باي هوست، الهوست اللي هو دوت فتح لك ده. طيب لو انا عملتها من هنا كده يا باشمهندسين، هل مساحات القاعده دي زي مساحات القاعده دي؟ لا، دي مساحتها اصغر وديت مساحتها اكبر. طب تعالوا نعمل هنا كده يا باشمهندسين. إيه اللي حصل؟ هو صغر الحديد على قد مساحات القاعده اللي انا بعمل فيها بروباجيت. طب ديت يا باشمهندسين تقدر تعمل مثلا لكل القواعد اللي انت عايزها. طب دي هنقول بتفيدني في ايه في الاخر يا باشمهندسين؟ حته ان اعمل بروباجيت مثلا لو عندي نموذج مثلا اف واحد فيه 22 قاعده، تمام، وهو هنا فعلا متكرر كتير. طب هتفيدني في ان اعمل بروباجيت ومش هتفيدني في ايه؟ بس خلينا دلوقتي يا باشمهندسين ان احنا عملنا على القاعده ديت والقاعده ديت، وهو فعلا وظف لي الحديد هنا لده. بس لا، مثلا انا اف 5 هنا تسليحها مثلا فاي 16 كل 150 مثلا، خلاص يبقى هو كده فاي 16 كل 150، والتسليح اللي هو الغطا ده فاي 16 كل 200 مثلا. اوكي خلاص كده انا ظبطت ده، ودوت مثلا فاي 12. تبدا بقى تظبط في الاقطار بتاعتهم، ممكن تلاقي حاجه بسيطه متغيره تقدر ان انت تظبطها، تعمل موديفاي على الحديد. طيب بروباجيت يا باشمهندسين هل هي فعاله معايا في كل الحالات؟ لا، هي فعاله في الحالات السيمبل، يعني قاعده ايزوليت مع قاعده ايزوليت، كاميرا سيمبل مع كاميرا سيمبل، عمود حطه واحده مع عمود حطه واحده، ستارتر بار لعمود مع ستارتر بار لعمود. ولكن مثلا ما تجيش تعملها لي يا باشمهندسين ل كاميرا كونتينوس وعاوز اخد منها اسياخ لكاميرا كونتينوس ثانيه. لا، ليه؟ لان انت بتسلك اسياخ الكاميرا كلها، انت بتسلكت انهي هوست ليهم، خلاص يبقى خد كل اسياخ بالهوست بتاعها وانقلهم، هتتنقل عادي. وفي بعض الحالات يا باشمهندسين المعقده سواء فاريبل ويتس سواء فاريبل ديبس في الحالات ديت فالكاميرا مش بتظبط معاك، والاعمده كذلك. طيب انا هنا مثلا يا باشمهندسين عاوز دوت فاي 20 وعاوز دوت فاي 22. الحاجات ديت يا باشمهندسين انا بقولها كده بس سريعا، اللي هي الاقطار بنفرضها، بس الفكره كلها ان احنا فهمنا ان دلوقتي بروباجيت بتعمل ايه. بروباجيت هي بتاخد الحديد ده توظفه لك على مساحات القاعده اللي عندك. طيب لو احنا جربنا الموضوع ده مع ستارتر بار، لو انا جيت هنا كده يا باشمهندسين من الستارتر بار ديت، تمام، وعندي هنا برضو لو انا بصيت على الستارتر بار ديت، تمام، هنا عشان العمود متسلح، بس انا لو خدت دول كده يا باشمهندسين الحديد اللي هو دوت، تمام، وعاوز اعمل له بروباجيت هناك. طيب هاجي من هنا كده يا باشمهندسين اقول له والله انا عاوز دوت بروباجيت. بروباجيت ايه؟ الاين باي هوست، هو قرا الهوست بتاعه دوت. لو انا جيت هنا كده يا باشمهندسين لو هو نفس العمود، لو هو نفس العمود يا باشمهندسين وجيت هنا هتلاقيه عمل، سوري انا دوست كانسل، بس نقدر ان احنا نجيبه تاني يا باشمهندسين. ان انت بتيجي من هنا كده بتسلكت على الحديد بتاعك، تمام، وبتقول له والله انا عاوز اعمل له بروباجيت ريبار الاين باي هوست، وتيجي من هنا كده تدوس اوكي. اوكي كده يا باشمهندسين رسم لك الحديد. طب العمود اكبر شويه اصغر شويه، هل بتيجي بس ما بتبقاش ظابطه السبيسنج ما بينهم. كده يا باشمهندسين انت فهمت الطريقه على الستارتر بار والفاونديشن. لو احنا مثلا جينا ان احنا نبص على العمود دوت، لو انا مثلا لغيت دوت كده يا باشمهندسين وقلت والله انا عاوز اخد الاستراكشر بار اللي في العمود هنا، وقلت ايه؟ عاوز اعمل له عاوز اعمل له بروباجيت بار الاين باي هوست. ليه؟ هو قرا الهوست بتاعه العمود. لو انا جيت هنا كده يا باشمهندسين وعملت دوت، هو ظبط ليه يا باشمهندسين؟ ظبط علشان انا واخد السياخ في حطه واحده، مش واخد السياخ في حطتين، وطالعه بالاشاره وكل حاجه مظبوط. طب هل الكانات تظبط؟ الكانات تظبط يا باشمهندسين، بس يستحسن انك تعملها مش من الالفيجن، تعملها من السكشن. يعني مثلا ايه يا باشمهندسين؟ انا هاجي من هنا كده اقول له والله انا عاوز الكانات ديت كده يا باشمهندسين،
اقول له عاوز اعمل لها بروباجيت ريبار الاين باي هوست هنا للهوست دوت. اوكي، طب ليه هنا مش ظاهره معايا؟ هي ظهرت يا باشمهندسين بس ظهرت في الجزء واحد من الست، بمعنى ان انا هنا سلكت على اني كانات. لو انا جيت ابص على الكانات اللي هنا كده يا باشمهندسين في العمود، هتلاقيني محدد الكانات دي. طيب هتلاقيني فوق قاطع السكشن هنا كده، بمعنى ان احنا لو جينا هنا كده هتلاقيني قاطع السكشن هنا كده. بصوا يا باشمهندسين اللي حصل ان هو عمل بروباجيت ريبار للكانات. طب ليه جاي كده يا باشمهندسين؟ جاي كده عشان مسافات العمود مش واحده، تمام، او الديزاين بتاع العمود مش واحد. انت محتاج مثلا انك تحرك ديت كده، زي ما بقول لك يا باشمهندسين، هي انت بتنقل الحديد هو بيوظفه لك على الشكل الجديد، تمام، وبتحتاج انك تعمل موديفاي لو الابعاد مش متظبطه في الاعمده. لكن في القواعد او القمر مثلا، من سيمبل لسيمبل او من حاجه منفصله قاعده منفصله لقاعده منفصله، بتلاقي الدنيا تمام جدا. طيب تعالوا نجرب يا باشمهندسين طريقه ان انا والله عاوز اعمل من هنا كده structure ريبار. اوكي، عاوز اعمل لها propagate ريبار align by host. بلاش align by host، تعالوا نجرب الفيس. انا هعملها من اني فيس؟ هعملها من السطح اللي فوق. خلاص انا عملت من السطح اللي فوق، هاجي اسلكت هنا على اني سطح. انا عامل كده سلكت على السايد، لا لازم اسلكت على السطح عشان تيجي مظبوط. طيب تعالوا نعملها برضو من السايد على قاعدة تانية، تمام، propagate ريبار من السايد دوت يا باشمهندسين. لو انا جيت على القاعده ديت مثلا، قاعده متغيره في الابعاد، هتلاقيها برضو ظبطت، بس بينقلها بنفس الاقطار، بنفس السبيسنج ما بين الاقطار، بنفس كده كل حاجه. كده يا باشمهندسين نكون احنا فهمنا ايه هي فكره البروباجيت ريبار، وجربناها على عمود، وجربناها على ستارتر بار، وجربناها على الفاونديشن، وكذلك مع الكاميرا يا باشمهندسين. بس يفضل لو كاميرا سيمبل لكاميرا سيمبل، بلاش كاميرا كونتينوس تدخلها في الموضوع، علشان بتلاقي الدنيا مش افضل حاجه معاك في نقل الاسياخ او عمل بروباجيت للرباط. شكرا، دمتم بخير.